ده عباره عن معجون جمبري، المفروض ان هو بيتحط بدل الصلصه على حاجات زي النودلز والمكرونات وكده، وليه استخدامات تانية مع الرز، وبيتعمل كصوص جنب الاكل وكده. فانتوا عارفين انا نقطه ضعفي الحاجات الغريبه، هو معمول في الفلبين فدي غريبه كفايه ان انا اجيبه اجربه. ومكتوب عليه حلال، وهو عباره عن معجون جمبري مقلي عليه زيت وسكر وبصل وتوم وفلفل. عندي فضول رهيب اشوف ريحته وطعمه من جوه. انا مش عارف هي دي ريحته الطبيعيه ولا ايه، لونه معجون جمبري بس محروق، في زفاره وفي توابل ريحتها قويه قوي. في ادي النودلز المسلوقه، فانا وصلت لمرحله انه بقيت اجيب الحاجات دي لنفسي، امد ايدي في اي سوبر ماركت في اي حته في العالم واجيب اسوأ ما فيه، بطلع اسوأ ما فيه حرفيا. يعني اللي انا بحطه من البرطمان ده ديل جمبريايه عانس على زيت جوز هند كده. احنا قلبنا نخش في الطعم بقى على طول عشان نخلص. وقوع البلا ولا انتظاره، بس يمكن في الحاله دي يكون انتظاره احسن بجد. حضر المنديل في ايدي احتياطي. مش سيء قوي، في طعم جمبري قوي جدا حلو، وفي طعم سبايسي جدا جدا. الفكره الوحيده بالنسبه لي انه في طعم زفاره، يعني الجمبري تقريبا اللي جايبينه ميت او حاجه، مع ان هو مكتوب عليه حلال. بس انا مشكلتي الوحيده معاه ان في طعم زفاره قوي قوي قوي. يعني مش عارف الجمبري ميت او حد قاعد عليه قبل كده او حاجه، لكن غير كده هو جمبري مفروم متبل سبايسي، طعمه حلو وكل حاجه.